السيدات والسادة، نحن الآن في حفل تكريم المتفوقين دراسيا وعلميا في حزب التجمع. اسمحوا لي أن أحيط سيادتكم علما أن حزب التجمع هو حزب من الأحزاب السياسية المصرية أنشأه أحد الضباط الأحرار وهو خالد بيك محي الدين، وتولى رئاسة هذا الحزب بعض الشخصيات البارزة سياسيا واجتماعيا في المجتمع المصري، منهم الدكتور رفعت السعيد محمد رفعت السعيد والدكتور سيد عبد العال. هذا الحزب أقيم على مجموعة من المبادئ، منها الحفاظ على الدولة قوية قادرة على حماية الوطن والمواطن، العلم هو سبيل التقدم والرقي، الديمقراطية هي الضمان الحقيقي للاستقرار، التضامن بين الشعوب العربية هدفا يجب أن يعمل الجميع على تحقيقه. السيدات والسادة، والكلمة الآن مع النائب عاطف المغوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب التجمع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد مساء الخير عليكم جميعا. يعني حقيقة الأمر هي رسالة شكر وتقدير لرفاقي وزملائي بأمانة حزب التجمع بمركز ومدينة بلبيس بقيادة الابنة العزيزة النائبة دينا الطواب على هذا العمل المتصل المتواصل عام بعد عام، لدرجة أصبح منظمة قواعدنا وارتباطاتنا لدينا مناسبتين كل عام في بلبيس، هي لقاء الأسر المصرية والاحتفال وتكريم الأبناء والبنات بالتفوق والشهادات العلمية. وأيضا المناسبة الثانية كل عام هي شكرا لكل أم، وفي عيد الأم نحتفل بنبع العطاء والحب الأم المصرية. هكذا حزب التجمع، وأنا حينما جلست منذ أن حضرت إلى هذه القاعة وأنا أراقب الأداء، فأجد أن أمانة حزب التجمع في مركز ومدينة بلبيس هي خلية نحل لا نفرق بين قائد وفرد، الجميع في العمل دون أن يميزوا. هذا يحضر الماء وهذا يحضر العصير وهذا يرفع هذه الخلية الطيبة. هذا الحفل الذي يتكرر على مدار السنوات الماضية يفوق قدرات حزب سياسي، بل هو يمثل فعل دولة بكافة أجهزتها الإدارية والأمنية. هذا الفعل يستحق التقدير والدعم والمساندة. وأنتم الآن يا أهالي مركز ومدينة بلبيس من السادة المسؤولين ومن الأسر المصرية التي جاءت لتحتفي بأبنائها، أقول لكم أنتم الداعمون الحقيقيون لهذا الفعل الطيب. هذا تقدير نتباهى به، لدرجة أننا في منظومة حزب التجمع على مستوى الجمهورية أصبحت مركز ومدينة بلبيس أمانة الحزب فيهما هي نقطة مضيئة وشعلة نشاط وعطاء على مستوى الجمهورية نعتز بها ونباهي بها بين الأحزاب المصرية. أنا حينما أقول ذلك لأن هذا الفعل إذا قارنا الإمكانيات المادية ورجال الأعمال في الأحزاب الأخرى فنقول لهم لقد تفوقنا عليكم بفعل التعاون والمحبة والعطاء لهذا الوطن. نحن لا نضم بين أعضائنا رجال الأعمال ليحكمون القرار في حزب التجمع، ولكن منذ النشأة وكما تفضل عريف اللقاء وقال أن مؤسس هذا الحزب هو الراحل العظيم خالد محي الدين عضو مجلس قيادة الثورة المصرية في 23 يوليو،
ورفاق هذه الأمانة التي أعطيت لنا وتسلمناها نحن نراها هنا بفعل مجموعة العمل في أمانة مركز ومدينة بلبيس من رفاق التجمع. هي أمانة مصونة ويتم تحقيق النجاح تلو النجاح. شكرا جزيلا لابنتي العزيزة دينا الطواب النائبة الحقيقية. نرى نوابا أخذوا الكرسي والمنصب للمباهاة والتفاخر. نحن نعمل من أجل هذا الشعب، لا نفرق بين فقير وغني، لا نفرق بين قرية ومدينة، الكل سواء. نحن مع أبناء الشعب المصري. إخوتي الأعزاء، أتقدم لكم بالتهنئة لأن يوم الجمعة اليوم هو آخر جمعة في شهر صفر، وبعدها نستقبل شهر مولد سيد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فهنيئا لكم بالمولد النبوي الشريف. وأتقدم بالتهنئة لأبنائي وبناتي الذين حققوا النجاح رغم قسوة الظروف والعملية التعليمية وحالة الاستنزاف للجهد والمال التي تعاني منها الأسر المصرية من جراء حالة الاستغلال الأسود لحاجة الأسر المصرية وأبناء مصر للتعليم. فنرى السناتر ومجموعات الدروس الخصوصية واختفاء المدرسة من العملية التعليمية، ثم يأتي إلينا وزيرا ليجعل من أبنائنا حقل تجارب لا نضمن نتائجها. ومن بين صفوف أبناء مركز ومدينة بلبيس وباسم حزب التجمع نحن نقول نرفض أي تجارب فاشلة في حق مستقبل مصر، ونقول لكم كفى تجارب في شباب مصر ومستقبل مصر. لقد سبق أن بلغنا بين 5 و6 ابتدائي، وعانينا الأمرين في هذه الدفعة المزدوجة حتى وصلنا إلى الجامعة فكان لها من الضحايا. عانينا الأمرين ما بين ثانوية عامة تانية وثالثة وملاحق ودور تاني، ثم جاءنا هذا الوزير وأنا أعلنها بصوت عالي وأعلنتها في البرلمان. نحن لا نوافق على التلاعب بمشاعر الأسر المصرية، ويقول لك إحنا بنرفع الهم عن كاهل الطلاب والدروس الخصوصية. أن التكوين المعرفي والتعليمي لطلاب مصر يجعلهم قادرون على أن يتولوا المسؤوليات في أي موقع، لأنه اكتسب المهارة العلمية والمعرفية. لا تلغوا المخررات التعليمية. بجوار مدير إدارة الأزهر قال تعبيرا في كلمته: استقرار المناهج والنظام التعليمي والامتحانات في الأزهر. وأقول لوزير التربية والتعليم من هنا من بلبيس، إذا كنت تتكلم عن المناهج والمواد، أقول لك يا معالي الوزير، أبناء مصر في البلاد العربية يدرسون ما يصل إلى 18 مادة، وحينما يأتي ابن مصر الذي حصل على الثانوية العامة من الخليج أو من أحد الدول العربية يدخل إدارة الوافدين، نستبعد المواد التي لا تدرس في مصر ثم نعامله بمجموعه على المواد العلمية المشتركة. هل بالمناسبة معظم المتفوقين في الشهادات العامة في دول الخليج من أبناء الجالية المصرية؟ لا أحد يتكلم ويقول المناهج والحمل كتير على أولادنا، لا، محدش يداعب ظروفنا المادية ويقول ده عشان أخفف دروس خصوصية وتكلفة تعليم. بنقول لك حل مشكلة المدرس
وعجز المدرسين. يا معالي الوزير، منزل وزارة طارق شوقي، وكان لدينا عجز في المدرسين بلسان الوزير وأمام مجلس النواب 350,000 معلم. ده كان في سنة 2022. احنا في نهاية 24. انتوا عارفين العجز في المدرسين على مستوى التربية والتعليم في كافة المراحل 450 معلم. ومهنة المعلم لا يمكن إحلال شخص محل شخص في الوظيفة. يمكن موظف يقوم بدور موظف. في التعليم لا، ما ينفعش تربية رياضية أدخله يدرس منهج علمي، ما ينفعش تربية فنية يدخل يدرس منهج علمي، ما ينفعش تدبير منزلي يدخل يدرس منهج علمي. يا سيادة الوزير، تحديات، لا تتكلم عن المناهج وقول لنا بصريح العبارة، انت توليت موقعك من اقل من شهر. هل العبقرية والبراعة خلال شهر تخترع لي نظام تعليمي؟ عاوزينك تقول لنا مين الخبراء اللي شاروا عليه بهذا النظام عشان نحاسبهم. نحن هنا من بلبيس وباسم حزب التجمع نطالب بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم يضع سياسات مستقرة ل50 عام لا تتغير مع وزير أو وزارة. الاستقرار والاستمرار هي الضمانة الحقيقية للتعليم، ولا مستقبل لأمة بدون تعليم، ولا تعليم إلا باستعادة منظومة المدرسة. اعذروني إذا تطرقت إلى هذا الموضوع، لأن أنا بنتهز الفرصة وأهنئ بناتي وأحفادي وأولادي الذين حققوا النجاح وأقول لهم ربنا نجاكم يا بتوع الثانوية العامة اللي نجحتوا السنة دي من براثن الوزير القادم. لأن هيبقى عندنا نظامين في 24-25 ثانوية عامة جديدة وثانوية عامة قديمة لأبنائنا الطلاب والطالبات الذين لم يوفقوا في الامتحان هذا العام. إخوتي الأعزاء، أستأذن وأعتب على أصحح لابننا عريف الحث حينما قال أشبال التجمع، لأن ما رأيته بعيني ومعكم هم زهرات التجمع، لأن كل اللي قدمنا هذه هما من بلدنا حفيدات. ده في المصطلح يسمى زهرات التجمع. أما أشبال التجمع كنا نتمنى أن يكون معهم أشبال التجمع. وتفضل أيضا عريف الحفل وأحييه على هذا الأمر حينما قال أن أي فاعلية للتجمع تذكر فلسطين لأنها في القلب وما زالت في القلب وستبقى في القلب. إخوتي الأعزاء، ونحن نقيم هذا الحفل لنحتفي ببناتنا وأبنائنا بنهاية عام دراسي وتهيؤ لبدء مرحلة جديدة، علينا أن نتذكر بكل الألم والحزن والأسف على ما يحدث على حدود مصر في غزة العزيزة وفلسطين من حرب إبادة جماعية وصلت إلى الشهر 11، يعني أوشكت أن تكمل عام كامل. ولأننا في محفل علمي فأقول لكم وأقول لحفيدتنا وأحفادنا من الطلاب والطالبات، قرناءكم وزملائكم من بنات وشباب فلسطين تخرجنا قبل الأوان حينما حصلوا على الشهادة، لأن عدوان الصهيون عن قطاع غزة
وصل إلى 41,000 شهيد، وما يصل ويقارب 100,000 جريح، غير المفقودين والأسرى والمعتقلين والمخطوفين، بالإضافة إلى حصار كامل، لا ماء لا دواء لا غذاء لا أكل لا شرب لا أمن لا أمان. كما لو كان الشعب الفلسطيني يمثل زائدة سكانية تعامل معاملة الزائدة الجودية يجب استئصالها، وهذا ما يفعله الكيان الصهيوني في ظل صمت لا يليق بالعرب، لأن لا أحد يكلمني على المواقف العربية. المواقف العربية لا ترقى للجريمة التي ترتكب على مرأى ومسمع، ولا أحد يعتذر، فالفضائيات تنقل كل شيء، ولا أستثني أحد من التقصير في مواجهة المذبحة التي تتم على أرض فلسطين في الضفة أو في غزة. وفي السياسة وفي الصراع الدولي من أمن العقاب زاد إجرامه وتبجحه وتوحشه، ونتنياهو مع عصابته أمنوا العقاب، حتى أمنوا التعبير عن الغضب العربي اختفى. بل نرى بعض الأنظمة الدول غير العربية تقدم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في الوقت الذي نرى فيه دولا عربية يزداد تعاونها ودعمها وتبادلها مع الكيان الصهيوني. للأسف الشديد، ومن بين صفوفكم أقول لكل امرأة فلسطينية باسم المرأة المصرية في مركز ومدينة بلبيس، نقول أنت تاج العروبة وأيقونة العمل العربي، لأنك تقدمين فلذات كبدك وأبنائك وزوجك وشقيقك وأبيك بكل الإيمان بالقدر وأنها إرادة الله. حينما تستمع للفلسطينية والفلسطيني من بين الأنقاض وهو يجمع أشلاء أسرته فيقول الحمد لله. ما هذا الإيمان الأسطوري الذي نراه على أرض فلسطين؟ وحتى لا أطيل عليكم وأفسد فرحة أحفادنا وأبنائنا، وأنا تقديرا لهذا الجهد وهذا الجمع، على رغم حصولنا في المجلس على الأجازة الصيفية التي تنتهي مع أول أكتوبر، لكن بحكم عضويتي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نحن في انعقاد لنناقش قانون منظومة العدالة في مصر، وهو قانون الإجراءات الجنائية الذي يمتد ل 540 مادة، نناقشه لننتهي منه خلال الصيف ليعرض على المجلس في الجلسة العامة في شهر أكتوبر بمشيئة الله. يتناول كل مخاوف المجتمع المصري في العدالة والإجراءات، وبإذن الله تعالى نوفق أن نخرج بهذا القانون بما يتفق مع طموحات الشعب المصري وأماله وطموحاته، لأننا ننشئ قانون بديل لقانون مضى على صدوره 74 عام، لأن القانون الحالي 150 صدر سنة 1950. وحتى أختتم أرسلها رسالة من بينكم بكل الحب والاقتدار والاعتزاز، وأقول لأهل فلسطين كل فلسطين أناديكم وأشد على أيديكم وأقول أفديكم فأنتم أحذيتكم أشرف من أشرف أركان العدوان عليكم. أناديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم، فنعالكم أشرف من أشرف أركان العدوان عليكم، والنصر قادم بإذن الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير.
الله